ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم ان شاء الله، والنتيجة ان شاء الله هتكون مرضية. المقادير: نص كيلو لحمة، وبصلاية مفرومة وسط، ما نكترش عليها بصل. البهارات: شطة، معانا هنا بودرة الثوم والبصل، بصل البودر والثوم البودر، وفلفل اسود، والملح حسب الرغبة، وشوية 7 بهارات، حاجة بسيطة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل نمزج بقى المقادير دي كلها مع بعضها كده. اهم حاجة ان احنا ندخلها مع بعض عشان اللحمة تشرب من التتبيلة كويس. نمزجهم كده كويس جدا مع بعض. هنبدأ نعملها كور على حسب ما انت عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، على حسب ما انت عاوزة. هنكورها كده. اللهم صل على سيدنا محمد. كده خلصنا الكمية كلها زي ما انتوا شايفين معانا كده. هنبدأ نحط شوية زيت صغيرين مش كتير، وهنعمل صدمة للكفتة. هنبدأ هنا نقليها، بس مش قلية كاملة، يعني مش هنطيبها طياب كامل لان لسه هنردها في الصلصة تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. هنبدأ هنا نقلبها على الجنب التاني. نعمل الخطوات بالظبط، عمرها ما هتفك معانا في الزيت. ما احتاجناش نحط دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من الحاجات دي، هي بنفس الطريقة كده هتطلع مظبوطة جدا معاكي. هنبدأ هنا نطلعها. عطيناها لون خفيف زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ كده ايه نطلعها. طريقتها سهلة وجميلة والطعم جميل جدا. هنحط هنا التوم في نفس الزيت اللي قلينا فيه. هنحط التوم، هنحمر التوم كده شوية، نفس الطاسة اللي احنا قلينا فيها هنعمل فيها. ومعلقة صلصة هنديها تشويحة كده. ومعانا الطماطم الفريش، صلصة طماطم فريش. هنسيبهم كده لما يتسبكوا مع بعض. البهارات اللي احنا حطيناها على اللحمة هنحطها على الصلصة: توم بودر وبصل بودر ورشة فلفل اسود ورشة ملح. زي ما انتوا شايفين كده اتسبكت معانا. هنحط كده الكفتة فيها. هنسيبها 10 دقايق مش اكتر من كده، لانها بتطيب بسرعة جدا. هنبدأ هنا نغرفها زي ما انتوا شايفين كده. الشكل والطعم وكل حاجة جميلة فيها، واكلة سهلة جدا. هنديها كده رشة بقدونس. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لنا لايك عشان ان شاء الله يوصلكم كل الجديد. وبألف هنا وشفا.